اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة أكلتنا حاجة كده عظمة عظمة عظمة، يعني فاخر من الآخر. هنعمل مع بعض النهاردة شوية حمام محشي بالرز، بس بطريقة مختلفة. لا هنسلق ولا هنحمر ولا هنقع في مشكلة إن الحمام يفرقع مني في الشوربة، ولا إن الشوربة تتملي من خلطة الرز والحشو يخرج بره. كل الكلام ده نسيه وجربي الطريقة بتاعتي دي، وبجد هتعتمديها وهتبقى هي الطريقة بتاعتك في الحمام. بصوا شكل الحمام كان بصراحة حاجة في منتهى الجمال. يلا نشمر وندخل على مطبخنا ونقول بسم الله. عندي هنا جوزين من الحمام، أنا كنت نقعاهم في مية وليمون وملح، وكمان غسلتهم بالدقيق كويس جدا. وتحت الحنفية بقى أي حاجة ما تعجبنيش على طول كنت بشيلها، الريش الصغير، الجلد الزيادة، الحاجات اللي أنا لازم أتخلص منها بنضفها كويس جدا من جوه، وكمان بنضفها من بره. كل الحمام بغسله، الحمام بتاعي كان نضيف وزي الفل. بس زي ما انتوا شايفين أي حاجة ما تعجبنيش على طول كنت بشيلها. ودي حمامة صغيرة، عايزة اقول لكم ان الحمامة الصغيرة دي كانوا اتنين طالعين مع بعض من نفس البيضتين مع بعض، بس ما شاء الله اختها كبرت وبقت زغلولة حلوة كبيرة، وهي فضلت مقروضة وصغيرة كده. قلت لها يلا بقى تعالي، انت هتقعدي لوحدك تعملي ايه؟ بس كده انا نضفت الحمام بتاعي، والكبد والقوانص طبعا انا غسلتها ونضفتها كويس جدا عشان هستخدمها في الوصفة بتاعتي. بس كده يلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. جبت طبق حطيت فيه شوية فلفل اسود، والفلفل الاسود وانا بطحنه بحط معاه اتنين من القرنفل، بصراحة بيدوا كده طعم في منتهى الجمال. وحطيت ملح وحطيت كزبرة، قلبت كل ده مع بعضه، وهبدأ أحدق بيه الحمام من جوه. وكمان هحط للحمام من بره، يعني ايه بديله كده من جوه ومن بره كمان، زي ما احنا شايفين كده. بصوا الحمامة بقى بتتشرب من جوه بالتتبيلة دي، تبقى طعمها في منتهى الجمال. وما تزوديش ملح، لان احنا هنحط ملح بقى وهنظبط الملح بتاعنا في الرز والحشو بتاعنا، عشان ميبقاش الملح بتاعك زي ما انتوا شايفين. بتبل من جوه، وكمان بتبل الحمام من بره. الصغيرة الجميلة بتاعتنا دي عايزة اوريكم شكلها في الاخر، هيبقى حاجة عظمة عظمة عظمة. صغيرة بس هتطلع جميلة جدا. بس كده انا تبلت الحمام. يلا بقى نحاول ان احنا نورق الحمام مع بعض، وهوريكم هنورقه ازاي. اول حاجة الزور ده انا بشيله، يا دوب بسلك كده الجلد من الزور، وبمسك كده الزور واديله لفة صغيرة هتلاقيه اتقطم معاكي في منتهى السهولة. بصي يا دوب امسكه كده والف الحمامة. شكرا، كده الزور طلع معايا في منتهى السهولة. يلا بصباع كده صغير هندخل بالراحة تحت الجلد، وخدي بالك انت تدخلي ايدك وتسلكي كده بالراحة جدا عشان ما تتقطعش منك. ايوه بصوا كده، في ناس ممكن ان هي تعمل الموضوع ده من تحت، وفي ناس بتعمله من الحويصلة فوق. انا بصراحة بعمله من الحويصلة فوق. بصوا خلاص كده انا خلصت وسلكت كل الجلد. نفس الكلام هنا هعمله. خدي بالك بقى بسلك الزور كويس جدا اهو، بمسكه والف الحمامة بيتقطم معاكي في منتهى السهولة. بس الصباع يدخل بقى يبدأ يسلك الحمام، يسلك جلد الحمام من اللحم بتاعه. هنا الجناح بتاع الحمامة كان مضايقني، كتفته بقى ورا الحمامة عشان اعرف اشتغل براحتي. بس كده حاجة في منتهى السهولة. انا خلصت بقى كل الحمام وسبته بقى على جنب عشان يتشرب من التتبيلة دي لحد ما انا اجيب الرز عشان نعمل الخلطة بتاعتنا، الحشو بتاعنا. كل حمامة زي ما انتوا شايفين، كل حمامة بتاخد قبضة من ايدي كده رز. ايوه، ودي الحمامة الصغيرة حطيت لها شوية صغيرين. انا عايزة اقول لكم كمان ان انا زودت شوية رز تاني اهو. بصوا كل حمامة بتاخد المعيار بتاعها قبضة كده من الرز. انا عندي هنا بصل قطعته تمام، بس انا مش هحط البصل ده كله، انا استخدمت نص بس الكمية دي مع الحمام، والنص التاني انا عملت بيه بقى الطبيخ بتاعي، كان في شوية فاصوليا خضرا حلوين جدا.
مسكت الكبد والقوانص وقطعتها بالمقص كده، بتبقى سهلة جدا معايا بصراحة. بس وهنا الرز غسلته وصفيته، والبصل جاهز كده معايا. يلا بينا على البوتاجاز. حلة بقى الجميلة وشوية زيت ومعلقة من السمنة البلدي بس، وانزل بقى بالايه، وهنزل بالبصلة بتاعتي. ننزل بالبصلة زي ما قلت لكم، انا ما استخدمتش كل البصل اللي انا قطعته ده، انا يا دوب خدت اللي يكفيني في الخلطة بتاعة الحمام. حطيت شوية ملح وشوية فلفل، وهبدأ ان انا اكمل تقليب. اول ما اللون بتاعها يبدأ يصفر كده، هنزل بالكبد والقوانص بتاعة الحمام، اديها بقى تشويحة جميلة كده مع البصل، وهنلاقي الريحة طالعة في منتهى الجمال، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. بس هنا انا حطيت نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، بصراحة اديتها طعم حلو قوي. بس كده نقلب، وبعد كده يلا هننزل بالرز، ننزل بالرز بتاعنا وهنديله تقليبة كده. ايوه، ادخل كل المكونات مع بعضها. تمام التمام. بس عندي مكعب بقى من المرقة هحطه معاها، وخدي بالك ان المرقة بيكون فيها ملح، فانت ما تزوديش في الملح قوي. بس هظبط بقى الملح بتاعي، وهديله التقليبة التمام، ونزود المية. بس كده. الرز بتاع الحمام بيستوي 3/4 تسوية، ما بيستويش بدرجة كاملة، لأنه بيكمل تسويته مع الحمام بعد كده. بس أنا هنا دقت بقى الرز بتاعي، لقيته تمام التمام، هسيبه بقى كده. بصوا، رز كان في منتهى الجمال، لا معجن ولا أي حاجة، كان جميل جدا. بصوا اللمعة اللي فيه دي، حاجة كده جميلة. يلا بينا، هحطه بقى هنا في صينية كده صغيرة علشان يبرد. انا ما ينفعش احشي الحمام والرز سخن جدا كده، هسيبه بقى يبرد انا شوية، وبعد كده هنبدأ ان احنا نحشي فيه. بس زي ما قلت لك، الحمام ما تحشيهوش ابدا والرز بيكون سخن جدا كده، حتى ان انت مش هتعرفي اصلا تحشيه وتتمكني منه. بس زي ما قلت لكم، سيبته بقى يبرد وهرجع لكم تاني. هنا خلاص الرز برد، والحمام كمان اتشرب من التتبيلة. بصوا انا هبدأ الحشو ازاي. انا ببدأ الحشو بتاع الحمام من فوق، بدخل في الحويصلة كل الرز، وبعد كده بزقه بايدي لحد تحت. هتشوفوا دلوقتي هزقه ازاي. بصوا، منتهى السهولة، بلاقي الرز دخل تحت الجلد اللي انا مرقاه عن الحمام. وبالراحة عشان الجلد زي ما قلتلك ما تقطعش منك، وما تحشيش الحمامة قوي. كل حاجة في المعقول بتبقى كويسة. بصوا، بصراحة الطريقة دي في الحشو سهلة جدا جدا. انا بحشيها الاول من بره، وبعد كده بدخل ايدي وبحشي الحمامة من جوه كده. خلاص هي زي الفل. وببدأ بايدي كده اسوي الحمامة عشان يبقى شكلها حلو، وكمان بنزل اي رز زيادة. بصوا بقى هنا، ببدأ احشي الحمامة بقى من جوه، وبرضو مش بزود في الرز، او زي ما قلت لكم مش بزود في الرز، يا دوب اقفل الحمامة بقى. اول واحدة دخلتها، ايوه بقول لكم بصوا، منتهى السهولة. هي ايه، كانت بتستحلق من ايدي بس شوية، وادي التانية اتكتفت فيها كده. الحمامة بتاعتي جاهزة في منتهى الجمال، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. وادي الحمامة التانية نفس الطريقة من عند الزور كده، وببدأ ان انا ادخل الرز وبعدين بزقه بايدي. بس هنا انا بقول لكم مش هزق الرز، لان هي الحمامة هنا كانت مقطوعة من عند الجلد تحت الحويصلة كده. فانا اكتفيت بس ان انا حشيت الحويصلة وحشيت من جوه كمان. بس كده، وكتفها وخلاص خلصت الشغلانة. دخل اول واحدة، ايوه في الفتحة كده تمام صح. وادي التانية، شاطرة يا رنوشة. نضف كل الرز الزيادة. ودي الصغيرة بقى بتاعتنا. يلا نشوف هنحشيها ازاي الصغيرة خالص دي. نفس الفكرة، هشيل برضو الزور بتاعها
انا قلت بقى احشيها من بره كمان عشان نكبر حجمها شويه. بصوا، بدأت ان انا من زور، وصدقوني غلبتني جدا في حجمها الصغير ده في ان انا احشيها. قلت اكبر حجمها شويه ان انا احشي جوه الاول حتى عشان اعرف امسكها. بصوا، هبدأ بقى ان انا احشي كمان الايه، الزور. يلا، ورقتها كده وبالراحه جدا، وكنت بشتغل معاها بحرص قوي لان هي اصلا يا عيني صغيره اصلا، فمش مستحمله. بصوا، حطيت من فوق زي ما احنا متفقين، بحشي الحمامة من فوق، وفي زي ما قلت لكم ممكن ان انت تحشيها من تحت، تبدأي من تحت، بس الطريقة دي اسهل لك كتير. بس كده، وبزق بايدي لحد ما بدخل الرز لكل الحمام تحت، في كل الحمامة تحت الجلد. بصي، بدأت ان هي بقى ايه، تبان اهي. الحمد لله. ايوه، وبدخل بايدي واسويه كده. وبرده مش هحط حمام، مش هحط رز كتير، كل حاجة زي ما قلت لكم في المتوسط والمعقول كويسة جدا. بس كده، بنزل الرز الزيادة وبساوي الرز اللي انا حشيته. بصوا شكلها اهي بانت شوية اهي، ولسه لما تستوي هنشوف هيحصل ايه. قلت بقى اديها لحد من ولاد اخواتي الصغيرين هيفرحوا بيها قوي. بصوا الفرق. بس هنا بقى التسوية بتاعتي بقى والمفاجأة بتاعتنا ان احنا مش هنسلقه. انا جبت كيس حراري وسط وحطيت فيه كل ده من غير اي حاجة. هو يدوب خدت الحمام وحطيته في الكيس. بعد تقريبا نص ساعة انا فتحت الكيس من فوق كده، وشغلت الشواية بقى عشان ياخد اللون الجميل. يعني نص ساعة تقريبا، كانت ساعة الا ربع، انا مش فاكرة بصراحة، بس هي تقريبا في الرينج ده. بس شلت بقى كده الكيس ده من فوق عشان الشواية لما تشتغل توصل لكل الحمام وياخد نفس اللون. بس انا هنا بقى في المرحلة دي جبت بقى سمنة بلدي كده، وبدأت ان انا ايه، اعملها بالسمنة البلدي. بصوا بتسيح ازاي، كانت سخنة جدا مولعة. ورشيت عليها رشة من الفلفل الاسود، ودخلتها تاني الفرن. دي رشة من الفلفل الاسود، بس كده، ودخلتها الفرن تاني. بصوا بعد ما اتحمرت بقى شكلها عامل ازاي. حاجة كده كانت في منتهى الجمال ومنتهى العظمة، ما شاء الله. بصوا لما طلع بقى، هنا انا حطيته في الطبق، وبالفرشة لمعته بشوية السمنة وشوية البهريز اللي طلعوا من الحمام. بس كده الحمام بتاعنا خلص. شفتوا اسهل من كده ولا فرقع؟ ولونه جميل جدا وكله واخد نفس اللون. بصوا، بصراحة كان جميل جدا. عايزة اقول لكم شكله ولونه الذهبي ده كان بصراحة حلو قوي. بس كده الحمام بتاعنا خلص. بصوا بقى الحمامة الصغيرة، ودي اختها الكبيرة، عايزة اوريها لكم تاني بعد ما استوي. يلا بصوا الشكل، يلا نفتح الحمام من جوه كمان ونشوف شكل الرز بقى عامل ازاي. بصوا، الرز بتاعنا لا معجن ولا اي حاجة، اهو حاجة كده تستاهل بقكم. يلا بينا بقى نعمل شوية فاصوليا خضرا ما جنب الحمام. حطيت معلقة الزيت ومعلقة السمنة، وكملت بقية الكمية بتاعت البصل حطيتها. طبعا شوية الملح مع شوية الفلفل، دي حاجة أكيدة لازم على طول ملح وفلفل. ادي الفلفل، حطي الملح يا رنوش. تمام. ببدأ اقلب بقى كل ده مع بعضه واشوح البصل كده كويس. تمام التمام. هيبدأ ياخد اللون بتاعي الاصفر الجميل الذهبي ده. ايوه، ننزل على طول بالطماطم تقلبتين، واسيبها بقى تتسبك مع نفسها. اهي بصوا الطماطم تقلت واتسبكت اهي، بقت زي الفل، حاجة كده جميلة. عندي مكعبين من المرقة حطيتهم، وتقليبة واسيبها تكمل شوية تسبيكة بتاعتها.
بعديها بشوية حطيت بقى مية سخنة أو عندك شوربة اللي انت عاوزاه بس، وبسيبها. أول ما بتغلي بحط الفاصوليا دي احنا مفرزينها مع بعض. وبصوا لونها لا اتغير ولا اسودت ولا أي حاجة، لونها أخضر زي الفل من ساعة ما حطيناها لحد ما غرفنا الطبيخ كمان وهي لونها أخضر وجميل. حط بقى الفاصوليا بتاعتي واديها تقليبة بس. بصوا اللون الأخضر جميل ازاي، بس كده خلصت الفاصوليا بتاعتي. بصوا اللون حتى لما خلصت، بصوا اللون بقى جميل ازاي. قلنا بقى مع شوية الحمام دول كمان لازم ملوخية. هنا انا كنت مفرزة برضو ملوخية خضرة معاكم، تمام. فانا هنا بحب اقسم الكيس على نصين عشان اشوف ممكن اخد النص او اخد النصين مع بعض لو هعمل كمية كبيرة، يبقى سهل عندي في الايه، في ان انا اخد جزء واسيب جزء. هنا انا صفيت الشوربة بتاعتي. الشوربة دي مش شوربة الحمام، الشوربة دي كانت شوربة فراخ عندي، انا كنت محطاها في الفريزر. حطيت مكعب من المرقة وهحط بقى الملوخية بتاعتي بحيث ان هي تسيح مع الشوربة السخنة دي، بس كده. بسيبها بقى تسيح مع نفسها كده وبراحتها مع الشوربة. ايوه زي الفل. بصوا بقى لما ساحت شوية اهي، حط بقى معلقة من التوم الني، ونحط كمان معلقة من الكزبرة الناشفة، بس كده. واديها تقليبة واسيبها شوية لحد ما ايه تسخن بقى، موطية عليها النار وسايباها براحتها. الناحية التانية حطيت معلقة الزيت معلقة السمنة البلدي عشان اعمل الطشة الجميلة بتاعة الملوخية. حط الثوم، انا بحط الثوم الاول بياخد تشويحة كده، وبعد كده بنزل بالكزبرة، ما بحطش الكزبرة مع الثوم على طول. ايوه كده بالظبط. حط الكزبرة ونبدأ ناخد تقليبة بقى مع التانية لحد ما الثوم يبقى لونه ذهبي وحلو. ما استناش اما الثوم يغمق، هو يا دوب اللون الذهبي الجميل ده ونبقى كده خلاص. يعني على الملوخية كمان وبقلب في الثوم. بصوا كل شوية بقلب فيه وخلاص خدت اللون الذهبي. نزلت على الملوخية واشهقي بقى يا ست الكل وانت بتعملي الملوخية عشان تطلع حاجة عظمة عظمة عظمة. حطيت شوية ملح وشوية شطة. في ناس بتحط فلفل اخضر، انا ما كانش عندي فلفل اخضر بصراحة فحطيت شوية شطة. وخلاص كده الملوخية الخضرة بتاعتي خلصت. ودي كانت أكلتنا النهاردة. عملنا الحمام المحشي في الكيس الحراري، وعملنا شوية فاصوليا خضرة فضلت خضرة كده لحد ما خلصت الحمد لله. وعملنا طبق الملوخية الخضرة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، كان شكلها في منتهى الجمال وخضرة ولونها جميل، لا اسودت ولا طعمها غير. بصوا الحمام بقى. وادي أكلتنا النهاردة وادي وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكمان اللايك بتاعكم اللي بيشجعني. أشوفكم على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.